ازيكم يا جريد فور؟ عاملين ايه؟ معاكم مس أميرة محمد. في الفيديو ده بقى هنحل مع بعض homework sheet in week 5. في الشيت ده هنحل على concept number 2 in unit 3 about fuel. أول حاجة بيقولي complete the following statement. question number 1 بيقولي carbon dioxide gas form with water، يعني الكربون دايوكسيد جاز لما كان يحصل له combine مع الووتر كان بيعمل لي فورم الايه، كان بيكون لي ايه؟ شاطرين. الاسيد رين قلنا ان كانت الووتر لما يحصل لها evaporate وتكون موجودة in air وتبدأ ان هي تعمل combine مع الكربون دايوكسيد جاز اللي موجود في الاير، فهينزل الرين ده على شكل ايه؟ acid rain، يعني امطار حمضية. طيب question number 2 بيقول لي fuel can either be classified as A و A. الفيول كنا بنقسمه لإيه وإيه؟ شاطرين. بايو فيول وفوسيلز فيول، وقلنا ان البايو فيول دي تعتبر renewable energy resource، انما الفوسيلز فيول non renewable. وقلنا الاكزامبلز بتاعت البايو فيول الوود والشاركول والوود شيبس والجراس. وقلنا كمان الاكزامبلز بتاعت الفوسيلز فيول الكول والناتشرال جاز والجازولين والاويل. يبقى هنكتب هنا بايو فيول وفوسيلز فيول. question number 3 بيقول لي the solution to stop acidic rain and global warming is to. ايه السوليوشن، ايه الحل اللي احنا نوقف فيه الاسيد رين والجلوبال وورمينج؟ طيب دي مشكلة، الاسيد رين والجلوبال وورمينج هما الاتنين دول مشكلة. طيب عشان احل المشكلة لازم اشوف اصلا هما بيتكونوا من ايه. هو بيتكون لما يكون الاماونت of carbon dioxide gas increase in air. طيب هو اصلا الاماونت بتاع الكربون دايوكسيد جاز زاد بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عمالين نعمل burning للفوسيلز فيول. طب خلاص احنا بقى هنقلل البيرنينج بتاع الفوسيلز فيول، فكمان هنقلل معاه الكربون دايوكسيد جاز، فهيقل الايه؟ الاسيد رين والجلوبال وورمينج. يبقى الحل ان احنا نوقف الاسيد رين والجلوبال وورمينج ان احنا نعمل decrease للاماونت اوف بيرنينج فوسيلز فيول، ان احنا نقلل شويه من حرق الايه؟ الفوسيلز فيول، عشان كمان الكربون دايوكسيد جاز يحصل له decrease in air، فالاسيد رين والجلوبال وورمينج يبدأوا ان هم ايه؟ يقفوا ومش موجودين. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي question number 4 oil and coal is from انهي fuel؟ الاويل والكول ده من انهي فورم اوف فيول؟ شاطرين. الفوسيلز فيول اللي احنا لسه قايلينها من شويه، وقلنا عشان هم يعتبروا ايه؟ non renewable. طيب question number 5 بيقول لي solar energy and wind are energy resource. بيقول لي السولار انرجي والويند يعتبروا من انهي انرجي ريسورس؟ طيب السولار والويند لما بيحصل لهم ران اوت، لما بيخلصوا بقدر ان انا اعمل لهم رينيود بسهوله، صح؟ اقدر ان انا اجددهم تاني بسهوله، يبقى دول يعتبروا ايه؟ شاطرين. renewable energy resource، يعني طاقة متجددة. ليه؟ لما بيحصل لها run out بقدر ان انا اعمل لها ايه؟ renewed بسهولة. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي put true sign in front of correct statement and false sign in front of incorrect statement and correct وكمان صحح. طيب اول حاجه بيقول لي fossils fuel are used in electric generation. هي الفوسلز فيول بنستخدمها عشان نعمل electric generation، ان احنا نولد كهرباء. طبعا احنا كنا بنستخدم الفوسلز في الالكتريك باور ستيشن، كنا بنعمل لها بيرن في الالكتريك باور ستيشن، وفي الاخر بتديني ايه؟ electricity. يبقى هنا true. طيب question number 2 بيقول لي water is from non-renewable energy resource. هي الووتر تعتبر non-renewable؟ لا يا مس، الووتر دي لما بيحصل لها run out بنقدر ان احنا نعمل لها renew تاني، نجددها تاني بسهولة. يبقى هنا false. طب هنصحح ازاي بقى؟ عشان هو قال لي correct. ايه الكلمة الغلط؟ شاطرين. non renewable، يبقى نحط خط تحتها كده تحت non renewable ونكتب ايه؟ renewable energy resource، لان الووتر دي تعتبر renewable. طيب question number 3 بيقول لي nitrogen is the cause of global warming. النيتروجين هو السبب الجلوبال وورمينج؟ لا طبعا. امال كان مين؟ شاطرين. الكربون دايوكسيد جاز. هنا false. وهنعمل correct ازاي بقى؟ هنحط خط تحت نيتروجين ونكتب فوقيها ايه؟ كربون دايوكسيد جاز، لان الكربون دايوكسيد جاز ده هو اللي بيسبب الجلوبال وورمينج. طيب question number 4 بيقول لي the renewable energy resource pollute
the environment. بيقولي renewable energy resource تعمل pollute بتلوث ال environment. لا طبعا، ده renewable energy resource اللي هي منها السولار energy والويند والووتر دول clean في ال environment، حاجات نظيفة صح كده. انما مين بقى اللي كان بيعمل لي pollute لل environment؟ شاطرين، ال non renewable energy resource اللي كان من ضمنها الايه؟ الفوسيلز فيول. لما كنا نعمل لها burn ده كان بيعمل لي pollute للايه؟ للانفايرمنت. طيب يبقى هنا برضو false. هنصحح ازاي؟ هنحط خط تحت renewable وهنكتب فيها ايه؟ non renewable. تمام كده. طيب question number 5 بيقول لي oxygen gas is formed by burning of fossil fuel. هو الاكسجين جاز جاي من ان احنا عملنا burning للفوسل فيول؟ لا طبعا. ليه يا مس؟ لان احنا لما جينا نعمل burning للفوسل فيول حصل ايه؟ حصل بروديوس للكربون دايوكسيد جاز، والاماونت بتاعته حصل لها increase in air، كميته زادت في الهواء، يبقى هنا false. طب هنعمل correct ازاي؟ الكلمة الغلط الاكسجين جاز. طب هنكتب بدلها ايه؟ شاطرين، الكربون دايوكسيد جاز، عشان هو اللي كان بيحصل له فورمد لما الفوسلز فيول يحصل لها ايه؟ بيرن. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي define the following، يعني عرف الحاجات اللي جايه دي. اول حاجه الاسيد رين. الاسيد رين ده بيتكون لما الووتر يحصل لها evaporate in air، بتتبخر في الهواء، فهتلاقي مين فوق؟ هتلاقي الكربون دايوكسيد جاز فوق، فتبدا ان هي يحصل لها combine مع الكربون دايوكسيد جاز، تتحد مع الكربون دايوكسيد جاز، والرين اللي بينزل بقى بينزل على شكل ايه؟ اسيد رين، امطار حمضيه. طب ليه يا مس؟ علشان الووتر حصل لها كومباين مع الكربون دايوكسيد جاز. وطبعا الاسيد رين دي فيري هارمفول، هي ضاره جدا. بتعمل ايه؟ بتعمل ديس للتري، بتموت الشجر، وبتعمل تشينج للكيميكال ناتشرال بتاعه الليك والسويل، بتغير في الطبيعه الكيميائيه بتاعه الليك والسويل، وكمان بتعمل ديزولف للروك، بتدوب الصخور. تمام كده. يبقى هنكتب بقى ايه الديفينيشن بتاعها؟ ان هي formed when carbon dioxide gas combine with water in air. بتتكون لما الكربون دايوكسيد جاز يحصل له combine مع الووتر في الاير. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي الجلوبال وورمنج، اعمل ديفينيشن للجلوبال وورمنج. طب هي الجلوبال وورمنج اصلا كانت بتتكون ازاي؟ لما كان الاماونت اوف كربون دايوكسيد جاز increase in air، نسبته بتزيد في الهواء، فبيبدأ ان هو يعمل layer في الاتموسفير، طبقة كده في الاتموسفير بتعمل تراب للهيت، بتحبس الحرارة جوه الايه؟ الايرز. حبسته ازاي يا مس؟ علشان الايرز في الطبيعي بياخد الهيت اللي جاي من الصن وبيخرج اللي هو مش عايزه. طب هو عمال ياخد الهيت ومش عارف يخرج الهيت الزيادة اللي هو مش عايزه ده. ليه؟ عشان في layer من الاتموسفير اتكونت، يبقى كده الهيت حصل له تراب، اتحبس جوه الايرس ومش عارف يخرج. فده هيعمل لي ايه؟ هيعمل لي انكريز في التمبريتشر، درجة الحرارة هتزيد، فهيحصل جلوبال وورمنج. يبقى لما نيجي نعمل الديفينيشن بتاع الجلوبال وورمنج، هو اول حاجة فينومينا، يعني ظاهرة occur when carbon dioxide gas increase in air. هي ظاهرة بتحصل لما الكربون دايوكسيد جاز بيحصل له increase، بيزيد في الهواء، which lead to increasing air temperature، وده برضو بيسبب increasing في air temperature، زيادة في درجة الحرارة. تمام كده. طيب بعد كده بيقول لي اعمل definition للاير pollution. طيب هو الاير pollution ده اصلا بيتكون بسبب ايه؟ بسبب ان احنا عمالين نعمل burning للفوسلز فيول، ففي بقى سموج عمال يخرج، دخان عمال يخرج، فيعمل pollute للاير. وكمان في harmful gases، غازات ضاره، اللي هي منها الكربون دايوكسيد جاز اللي عمال يعمل لي acid rain وجلوبال وورمنج. يبقى لما نيجي نعمل definition بتاع الاير pollution، هو caused due to smoke and harmful gas comes from burning fossil fuel. هو بيكون لي السموك والهارمفول جاز اللي جاي من ان احنا عمالين نعمل بيرنينج للايه؟ للفوسلز فيول. تمام كده. طيب كده احنا نكون خلصنا مع بعض هوم ورك شيت ان ويك 5. استنونا نحل مع بعض ويكلي تيست شيت ان ويك 5. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.